بسم الله. النهارده يوم 18 نوفمبر، اكبر تجمع عجل في مصر، الاورنج داي. بتنظمه السفاره الهولنديه اورنج بايك داي. اكبر تجمع عجل في مصر، عجل في كل حته. زحمه 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 زحمه. الناس اللي واقفه هناك دي كلها واقفه في الصف عشان تخش حديقه الاسماك، عشان بينظموا اليوم هناك جوه النهارده. طبعا النهارده نشوف حاجات غريبه زي اللي ورايا دي، واحد حاطط العجله بتاعته فوق الزحمه. الناس كلها بتربط العجل في بعضه، وفي ناس بتربط على السور، وفي ناس بتربط فوق السور. الناس راكنه فوق على السور، مفيش مكان يركنوا العجل فبيركنوا العجله فوق. طبعا الناس كلها شايله الكراسي من العجل. كراسي، كرسي، مفيش كرسي عشان كويك ريز، والناس بقى خايفه من السرقه وكده. ولسه الطابور ورايا، طابور طويل ما يخلص، ناس كتيره. السنه اللي فاتت تقريبا كان عدد الناس في الاورنج دي تقريبا 5000. ما اعرفش السنه دي هيكون كام، بس اعتقد العدد اكبر بكتير بكتير وفاخر كمان، والناس الحلوه كلها. اللي واقف ورايا هناك ده اللي لابس برتاني، كابتن ابو المجد. كابتن ابو المجد اهو، قفشت وسط الزحمه كلها اهو. الناس الحلوه علي من اول الناس اللي ركبت معاها عجل في مصر. عمرو صابر العريس بالبدله جاي متشيك، وعروسته محمد عاطف. شايف الناس اللي ورا دي كلها؟ يعني في وسط الزحمه دي الحمد لله لقيته اخيرا. دراجة اسيوط ده في رحله من المنيا الاقصر، وقفت في اسيوط، فكانوا عاملين رايد الصبح يوم الجمعه اسمه رايد البطيخ. قعدوا لفوا طبعا بالعجل، وقعدوا في كافيه كده، وقعدوا يقطعوا بطيخ بقى، وبداوا ياكلوا كده. ففريق جميل جدا يعني، احلى الفرق اللي شاركت معاها رحلات في مصر. فريق اسكندريه. ايوه هم راحوا فين؟ ايوه لا اهو دول فريق اسكندريه. الزحمه دي كلها لسه ما لقيتش النحراوي، بس اخيرا سمعت حد بيندى عليه، هو لابس ازرق وشنطه خضراء هناك، مش عارف. هروح له دلوقتي اهو اهو اهو. هو ده هو. ناس كبيره وناس صغيره، واحد جاي مع ولاده. الهلال الاحمر كله ورايا عشان لو حصل اصابات او حاجه في الرايد. الهلال الاحمر. اليوم ده اكبر يوم عجل بيتعمل في مصر. اتبسط واستمتع، ده عدد مهول. استمتعوا بالرايد، وان شاء الله يعدي في امان ونتبسط. شاب من شباب المعادي المحترمه، على عجلته مكتوب التدخين ايه؟ عدو نفسه. لا ده الناحيه الثانيه. ماشي انزل جنبيه بقى، اديني وقت في النص. ايوه العب العب. وصل اهو. السفير بدأ. بدأوا يوقفوا شوية عشان بيدخلوا الناس مجموعات عشان ما يخبطوش في بعضهم. فأول مجموعة طلعت وبدأوا يوقفوا، هيرجعوا يمشوا تاني. تالت مجموعة، المجموعة الرابعة. المجموعة السابعة. المجموعة التاسعة، تاسع مجموعة.
عبد الرحمن جي بي اي. محمد عبد الرحمن من اول الناس اللي شجعتني اسافر في مصر. المجموعه ال 12. المجموعه ال 15، المجموعه ال 17، المجموعه ال 18، المجموعه ال 19 اللي ورايا دي مجموعه. قابلت محمد عويش كان مع نوفل تقريبا من 3 ايام. نوفل كان طالع من فين؟ كان طالع من سوهاج. سوهاج راح هنا، رايح من سوهاج لقنا. فمحمد عويش ومحمد عويش كان طالع معاه بالعجله النصر بتاعته، تقريبا قطعوا مسافه 85 كيلو في اليوم ده لغايه نجا حمادي. لحد نجا حمادي. ونوفل كان على الصفحه بتاعته بيتكلم ان دي كانت اول مره محمد يخرج فيها من سوهاج بالعجله. من سوهاج بالعجله، وهي فعلا يعني المسافه كبيره وبعجله نصر. فطبعا يعني الموضوع كان معرفش بالنسبه لك كان صعب ولا كان سهل، يعني لو تحكي لنا. هو طبعا كان صعب اكيد، تمام. انا متعود على العجله. يعني اكبر مسافه كنت عملتها قبل الموضوع ده كانت قد ايه؟ اكبر مسافه كنت عملتها 40 كيلو. 40 يعني تقريبا الضعف المسافه. ضعف المسافه. وبصراحه انا لقائي بمحمد نوفل شجعني جدا، يعني انا لقيت فيه عزيمه واراده عاليه جدا. وشخصيته الطيبه والمتواضعه حببتني في ان انا اكمل معاه، وكنت عايز اكمل معاه لغايه هنا، بس هو نصحني قال لي روح لغايه نجا حمادي، لان انت اول مره تعمل مجهود زي كده، فعشان ما تتعبش نفسك. من حق وصلته نجا حمادي، وفي واحد زميله هناك قابله برضه زي كده، تواصل معاه تمام، وكملوا الطريق مع بعض لغايه هنا. انا من الحاجات اللي عجبتني جدا ان نوفل كتب على طول في الصفحه بتاعته بالليل عن الموضوع ده، وقد ايه محمد كان ملهم بالنسبه له، يعني كان قد ايه بيشجعه وكان رفيق معاه في الطريق. يعني دي من الحاجات الحلوه جدا ان يبقى في حد رفيق معاك في الطريق يساعدك يفضل ماشي معاك. فالموضوع كان بالنسبه لنا كان يعني انا كنت معجب جدا بان محمد قدر يمشي المسافه دي وقدر يعني يساند محمد في المشوار بتاعه. انا مبسوط والله ان انا شفتك النهارده، يعني انت جاي من سوهاج مخصوص عشان تحضر الاورنج داي. يعني ناس من سوهاج، من اسيوط، من اسكندريه، اكبر تجمع عجل في مصر يا جماعه. من احلى الناس اللي موجوده هنا كابتن علي، احلى الناس اللي موجوده هنا. وسط الزحمه قفشت وسط الزحمه. شوف بلدك بالعجله 100 100 حماده. ده الجندي المجهول، ده اللي بيصور احلى لحظات اليوم. الحلوه دي، الناس الحلوه دي كلها كانت مستخبيه جوه، ومش عايزه تطلع، وراكنه اهي. بص العجل بتاعهم مركون مش عايزين يطلعوا. خلاص دخلنا، بس طبعا التيشيرتات خلصت عشان انا داخل بعد ما الناس خلصت، فخلاص يعني داخل بس اشوف الحفله والناس والجو هنا. في عربيه فول الناحيه دي زحمه جدا جدا جدا، اروح لها كمان شويه. دي بقى الناس الحلوه قوي، جي بي اي ومحمد عبد الرحمن اهو. مشروع استدامه النقل في مصر، تقريبا هم دول اللي كانوا عاملين طريق في الفيوم وطريق في المنوفيه للعجل. حارات للعجل في مصر، الفيوم والمنوفيه. الطابور اللي ورايا ده بقى طابور واقف على عند جي بي اي، بيعملوا مسابقه على الهوم ترينر. الهوم ترينر اللي هناك ده هيعملوا عليه مسابقه. شريف مدحت اخر الطابور اهو. بقى في طابور بنات هنا كمان، يعني طابور ولاد هنا وطابور بنات هنا. ولا عارف ادخل. طبعا يا جماعه احنا في حديقه الاسماك في الزمالك. الاسماك اهي، السمكه دي ايه بقى؟ اسمها، لا اسمها صعب بصراحه، بس هي من جنوب شرق اسيا. العجل انواع هنا،